ويا مساء الفل والياسمين، الله يسعد كل اوقاتكم حبايب قلبي. ان شاء الله تكونوا بصحة وسلامة ورياحة بال دائما وابدا. ان شاء الله ربي يعطيكم حتى يرضيكم، اللهم امين. اليوم ان شاء الله بهذا الفيديو رح نعمل حلا السميد اللي كتير سهل. انا مجرد ما كان عندي بالبيت سميد يعني بخترع منه اكثر من 10 انواع من الحلويات. ما بتتخيلوا قديش هذا السميد بفيدنا بالمطبخ. يعني بنعمل منه حلويات سهلة وطيبة وموفرة بنفس الوقت. وأكيد رح نعمل مجدرة المقدرة اللي كتير طيبة. أنا بدي أتشكر هاي الإنسانة العظيمة اللي اخترعت هالأكل القديمة. على قد ما أنا هي طيبة ومفيدة بنفس الوقت. هون عم دقق على الكيس، عم فرجيكم المنتج السوري بتركيا اسمه يامال الشام. الحمد لله رب العالمين، السوريين ما خلوا شيء إلا ما جابوه على تركيا من فضل الله يعني. بس لو ينقلوا البلاد لهوني. عن جد. شو بدكم عملوا لنا بتركيا؟ البقوليات، الزعتر السوري، الحلويات السورية، الألبسة السورية، فتحوا مشاغل الله وكيلكم. ألبسة سورية. رح ندردش شوي للصبايا الجدد، كيف هيك بتضلي محافظة على نظافة مطبخك، أغراضك بالمطبخ كيف تهتمي فيها. يعني فيديو لطيف خفيف الظل، إن شاء الله يكون خفيف الظل. تابعوه على الأخير، وإذا حبيتوا لا تبخلوا علي باللايك. هلا شفتوني أنا غسلت كاسة ونص عدس وحطيتهم بمي فاترة وعلى الغاز مشان تستوي حبة العدس. هون عندي صبايا أنا تقريبا كيلو وشوي حليب. الحليب عندي بنشربه باليوم 2، بعدين ولادي ما عاد بيقبلوا يشربوا خلص، بيقولوا بصير في طعمي. فكيف بدي اعمل له اعادة تدوير؟ ما إلي إلا هذا السميد. قلت لكم صبايا مجرد ما كان في بالبيت سميد بتخترعوا منه عدة أي حلويات. بنعمل منه البسبوسي، بنعمل منه القشطلي، بنعمل منه عفوا ليالي لبنان، النمورة. اللهم صل على سيدنا محمد، القطايف. فخلوه دائما عندكم بالبيت بالمطبخ، عفوا. حطيت هوني تقريبا كاسة ونص سميد على الحليبات هني نفسهم. قلت لكم يعني بيطلعوا شي 6 أو 7 كاسات حليب. فيكن إذا مثلا 6 كاسات حليب ضيفوا لهم كاسة ونص سميد بيمشي الحال. حسيتوا انه تقال حطوا ضيفوا نص كاسة مي ما بيأثر. السكر حسب الرغبة. هلا اللي شفتوه انا صبايا اضفته انا عندي هوني علبة قشطة كمان متاكل منها تقريبا شي معلقتين، حطيتهم مع الحليب على البارد. وهلا هذا ظرف الفانيلا. وبضل بحرك لحتى يتقل قوام السميد، يعني يغلي الحليب وتفتح حبة السميد بطفي عليهم. هون شايفين العدس عم ينسلق. يعني أنا كتير كتير بستغل وقفتي بالمطبخ. يعني بدي أطبخ وطبختي ما بدها مني وقت، دائما بعمل لأولادي حلويات بهالفترة هي. يعني خلص بقول مثل ما بقولوا إنه بضرب عصفورين بحجر واحد. واقفة بالمطبخ واقفة، فلا بستفيد من وقفتي بشي تاني. هون حبة السميد فتحت معايا وشايفين عم يبقبق. استوى تقريبا، طفيت عليه. ما في 10 دقايق. يعني هي الحلويات ما بتاخد منا وقت يا صبايا. شغلة 10 دقايق، ولا بدها فرن ولا بدها بيض ولا بدها هي القصص هي كلياتها. سهلة وبسيطة. وأنا بالنسبة إلي أولادي كتير بحبوها، كتير كتير بحبوها. يعني بنحب هاي الحلويات، السميد، الليالي لبنان، القشطلي، الكيك. أكتر من النمورة، أكتر من البقلاوة. ما بنحب الأكلات اللي فيها قطر كتير. بنجيبها لكن بنفضل إذا وجدت هاي بنفضلها أكتر من هديك الحلويات. فردتها وهي سخنة بالجاط، وبظبط يعني وجهها مزبوط. السطح بكون لازم يكون أملس يعني مشان نحصل على شكل حلو. وبرشة جوز الهند. ما أنه متوفر عندكم جوز الهند عادي ما بيأثر، أنا بس مشان هيك الشكل ما أكتر. وبالبراد بنحطها. أو حتى هلأ بهذا الجو البارد يعني بيمشي حالها على المجلس ساعة زمان وبصير بتاكلوها. عندي هون حبة موز، يعني حبيت ضيف للموز مشان الشكل أكتر من الطعم، لأنه ما داخلة بقلب الموز بس على الوجه، بس مشان تعطي منظر حلو.
شو كنت بدي احكي يا صبايا؟ اذا انتبهتوا علي دائما انا اي علبة بطالعها بالمطبخ، إن كان علبة بهارات ولا علبة سكر ولا أي شي بستخدمه، دائما شقفة المجلة بإيدي. لكتير من الصبايا اللي بلشوا هلأ جديد بالمطبخ، هيك إن شاء الله يا رب العمر كله، المتجوزات جديد، حبيباتي دائما وأبدا أي شي بتستخدموه امسحوه ورجعوه على مكانه وهو نظيف. دائما هاي الخطوة بتوفر عليكم جهد كتير طويل بالمطبخ. يعني في كتير صبايا خلص ما بندقر المطبخ لوقت التعزيل، بقضوا نهار كامل بالمطبخ وهن عم يليفوا العلب البهارات وعم يليفوا الحيطان، لأنه هن ما كانوا دائرينه أبدا أبدا. شايفين صبايا المجلة دائما، مع أني أنا مجلاي هذا قديم وقد من فركته وقد من نظفته بحسه متوسخ، بس لكن على طول ايدي فيه الخام السيراميك المطبخ، علب البهارات، اي شغله بستخدمها لازم امسحها ونشفها ورجعها مكانها. بتقولوا نحن مستعجلين ووقتنا ضيق بنكون بايدنا شغله بدنا نحرك شغله، لا ما بتاخد منكم القصه بتاخد منكم دقيقه، دقيقه عن جد، واقل حتى من دقيقه يا صبايا. آه، جربوا هالطريقة. يعني مثلا الغاز، أنا كتير أيام الغاز مثلا فار انكب عليه، فار بنقول فارة الشوربة على الغاز، أو انكب مثلا أي شيء عليه ونحن عم نشتغل، والله بطفي الغاز وبشيل الطنجرة وبمسح وبرجع الطنجرة وبكفي طبختي. لأنه إذا دشرت الطنجرة على الغاز وحوالي الشيء المكبوب بينشف وبيقسى وبيعذبك وقت بعدين وقت التنظيف، فهي تازة تنظيفها أسهل من بعدين إنه تيبس وتأرمد وتنشف وبدها فرك وبدها كتير منظفات. هلا هون بنرجع للطبخة. أنا عندي العدس استوى، حطيت له تقريبا الكاسة ونص عدس، حطيت له 3 كاسات برغل. أنا قلت لكم صبايا بحب العدس كتير بقلب المجدرة. هون كمان بما إنه البرغل عم ينطبخ، بدي أعمل السلطات. المجدرة بتتحمل وبتتقبل كتير أنواع من السلطات. بتحبه جنب المنة المخلل لحاله بيمشي الحال، بيمشي الحال. سلطة الملفوف كتير طيبة، سلطة الملفوف مع المجدرة. لبن وخيار بيمشي الحال. الخس والبندورة مثل السلطة هي كمان طيبة كتير، خس وبندورة وبقدونس ونعنع وخيار توم بصل خضراء قرن فليفلي. طبق سلطة بيطلع ولا أطيب من هيك جنب المجدرة. تبولي كتير طيبة جنب المجدرة. يعني قلت لكم صبايا هاي المجدرة عن جد أكلي كتير طيبة ومعتبرة. مثل ما قلت لكم صبايا، برجع بقلكم أدوات الكهربائية. مثلا استخدمنا نحن الخلاط أو محضرة الطعام، آه ما بحط العلبة عفوا الآلي أو أي شيء استخدمته بحطه على جنب هيك يوم واثنين، لا حتى أفضى ويروق باله وبمسحه وبرجع، لا فورا امسحوها نظفوها نشفوها ورجعوها على الدرفة تبعتها. بدال ما تضل القطع عندكم 4 5 سنين بتضل 10 سنين، صدقا بتضل 10 سنين، ولا بتخرب ولا بصير لها شيء، وبضل شكلها من برا حلو. يعني في كتير أنا بشوف صبايا بيستخدموا الخلاط عندهم، هو شغال ومعين الله عليه، لكن الشكل من برا بيقرف، كيف محل الكبسة أو العيارات كيف هيك مدبق على مزيت. يعني عن جد هذا إهمال من ست البيت. هلا فرجيتكم صحن السلطة، اشتهيته والله عن جد، كتر ما كان هيك تازة وفريش وطيب والحمض تبعه راكز. مجرد ما انه مجدرة يا صبايا معناتها بصل. عن جد المجدرة بتحب البصل كتير وزيت الزيتون، فأنا هون حطيت 3 بصلات أو حتى يمكن 4، ما بعرف إيه، بدهم كمية منيحة. هلأ بالعادي أنا البصل بحط له شوية طحين أو شوية نشا بعد ما بقطعه طبعا، وهيك بفرده على بعضه مشان يتقرمش. لكن بهالنهار هذا أنا بما أني كنت عم بعمل الحلو ترمت السلطة بهذا الوقت فما لحقت، بس هيك ترمت وقطعته زيت زيتون. هون المجدرة استوت عندي، وهون البصل عم ينحمس كمان طلع طيب. بس إذا حابين يضل محافظ على قرشته، حطوا له معلقة نشي بعد ما بتقطعوا للبصل وبعدين اقلوه بالزيت. هون كان الغدا، ولا أطيب من هيك غدا. المخلل أكيد حاضر دائما بالشتي،
وهاي السلطة. بتحبوا لبن عيران مشنون جنبها كتير طيب. هلأ بدنا نرجع لحلوياتنا بعد ما بردت هيك وتماسكت، بدنا نقطعها. كتير طيبة، كتير كتير صدقا يا بنات جربوها. فيكن تستغنوا عن القشطة، فيكن تحطوا لها طبقة من فوق، مثلا تحطوا كاستر من فوق، من هاي فوق هاي الطبقة بيمشي الحال. فيكن تحطوا بسكوت من تحت وتضيفوا فوق منه السميد. قلت لكم صبايا هذا السميد بيطلع منه كتير حلويات. وهيك تقريبا بكون انتهى فيديو اليوم. بتمنى تكونوا حبيتوا. إذا حبيتوا لا تبخلوا علي باللايك، وإن شاء الله بشوفكم في فيديوهات جديدة وروتينات جديدة، والسلام عليكم.